السلام عليكم. واحد الهجوم كان شرس على اللباس ديالي. علاش كنلبسوا اللباس السعودي والافغاني والماليزي؟ فاش قصرت معكم الجلابه والحايك؟ علاش كتلصقوا في الهويه ديال المشارقه ومخليين الجلابه والحايك؟ طبعا هو سؤال مشروع ومن حق اي واحد يسولو، ما عنديش اشكال. وجوابا على هذا السؤال هو انني اولا انا ما كنتلصق في الهويه حتى شي حد، وبالعكس غير مستلبه الهويه. انا كنستقي الهويه ديالي من الحضاره او من الهويه الاسلاميه اللي هي اشمل واعمق وكليه. وهذا الشيء ما كيتناقضش مع الهويه المحليه اللي يعني المغربيه، لان المغرب بدوره كيستقي الاسس ديالو من الثقافه والهويه الاسلاميه، سواء في التعليم، في المقررات، في الدستور اللي هو اعلى الهرم، في اللغه، في المعمار، في الفنون. يعني كنستقيو الهويه من الحضاره الاسلاميه. هذه نقطه. النقطه الثانيه وجوابا على الحايك والجلابه، ما يمكنش نلبس واحد اللباس اللي هو ما كيخضع لشروط الحجاب، اللي هو لباس الشهره. انا غادي نلبس خاصه الحايك، لان الجلابه اصلا جات مور الحايك. يعني الاصل في اللباس ديال المغربيات كان هو الحايك، يعني المغرب كله ماشي غير الشمال المغرب. ملي غنلبس انايا الحايك يعني غيولي كلشي كيشوف فيا، لان الحايك غير معروف. علاش؟ لانكم نتوما اللي كتهاجموني ما لابسينش وما مفتخرينش بالهويه ديالكم اللي هي هويه اسلاميه. يعني فضلتوا اللباس ديال الغربيات على اللباس ديال المسلمات. يعني اللي خصو يتحمل المسؤوليه هما نتوما اللي كتهاجموني، لانكم ما تشبتوش بالهويه ديالكم. يعني انا من حيث المبدا ما كنرفضش الهويه المغربيه، لكن ما يمكنش تصادرني على واحد الحاجه اصلا غير موجوده. ما كاينش الحياه، ما كيتلبسش. يعني ما تنصبش نفسك حارس للهويه وانت اصلا ما كتلبس لا لباس محلي ولا يعني لباس يخص الهويه الاسلاميه ككل.